السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ اليوم جبت لكم مجموعه ديال الاخبار على الكره المغربيه. غادي نهضروا على غياب اسماء مغربي عن قرعه كاس افريقيا اللي غادي تنظمها بلادنا المغرب، وعلى حكيم زياش والصراع ديالو مع غالاتا سراي، وعوده اسامه العزوزي للملاعب بعد اصابه خطيره، بالاضافه للانجاز الكبير اللي داروا ايوب الكعبي، وبعض الاخبار المهمه حول اللاعبين اخرين بحال نصير مزراوي وسليم الجباري. فخليكم معايا باش تعرفوا جميع التفاصيل، وما تنسوش ديروا لنا اعجاب للفيديو واشتركوا في القناه الا كنتم مهتمين باخبار المنتخب المغربي واللاعبين المغاربه. فبلا ما نطول عليكم خلونا نبداو في التفاصيل. نبداو بواحد الخبر اللي خلق بزاف ديال النقاش في وسط المغاربه هذه الايام، وهو غياب اسماء مغربيه عن قرعه كاس افريقيا 2025 اللي غادي تنظمها بلادنا المغرب. تصوروا معايا الكاف خرجت تقرير رسمي في لائحه الشخصيات الكرويه اللي غادي يحضروا ويديروا عمليات القرعه، ولكن المفاجاه انه ما كاين حتى شي اسم ديال شي لاعب مغربي في هذه الاسماء. الاسماء اللي ذكرهم الكاف كيتعلقوا بلاعبين كبار بحال عصام الحضري من مصر، وجيرفينو من الكوت ديفوار، وباتريك موما من الكاميرون، وبزاف ديال اللاعبين اخرين اللي غادي يكونوا حاضرين. زوين اننا نشوفوا اساطير الكره الافريقيه حاضرين، ولكن السؤال هو واش منطقي ان قرعه كاس افريقيا تنظم في بلادنا المغرب اللي هو البلد المستضيف وما يكون حتى شي واحد من رموز الكره المغربيه حاضر؟ بغض النظر عن السبب، بزاف ديال الناس كيشوفوا ان هذا الغياب غريب شي شويه، خصوصا وان المغرب قدم اسماء كبيره في التاريخ ديال الكره الافريقيه بحال نور الدين نبت مثلا، ومصطفى حاجي، وحتى الحارس بدو الزكي. هاد الاسماء اللي يقدروا يضيفوا واحد الطابع الخاص للحدث ويعطيو واحد القيمه الرمزيه. واش هذا القرار مقصود باش يتجنبوا شي جدل على القرعه، ولا هادشي غير صدفه وما داروش الاسماء كلهم في التقرير ديالهم؟ والله اعلم، ولكن هذا الغياب كيخلينا نطرحوا بزاف ديال الاسئله. فحسب الراي ديالي المتواضع ممكن واحد السيناريو، بما ان المغرب هو البلد المنظم يمكن الكاف ما بغاتش تعطي انطباع ديال التحيز، يعني بحال بغاو يقولوا خلي المغاربه ينظموا وحنا نتكلفوا بالباقي. ولكن هذا مجرد تفسير ديالي ماشي شي تاكيد رسمي. ودابا خوتي غادي نمشيو لحكيم زياش والصداع اللي بينه وبين اداره غالاتا التركي. القصه شويه معقده ولكن غادي نشرحها لكم مزيان. زياش دابا عنده مشكل مع الفريق التركي حيت الاداره ديال غالاتا بغات تفسخ العقد ديالو في هذا الميركاتي الشتوي، ولكن حكيم قال لهم ياك العقد مكتوب خلصوني على كل شيء، وبطبيعه الحال هادشي طبيعي ومن حقه. فالمستحقات ديالو كتوصل ل 2.9 مليون يورو، يعني تقريبا 3 المليار سنتيم مغربيه. وزياش ما باغيش يتنازل عليها حتى ولو جا ليه شي عرض زوين مثلا من شي فريق. فحكيم زياش كيشوف ان هذا المبلغ حقه وما غاديش يتنازل عليه، وخصوصا انه كيعتبر انه ما تعاملش مزيان من طرف اداره الفريق. الفريق القانوني ديال زياش ديما خدام معاه باش يلقاو ليه شي حل وسط، ولكن حكيم زياش مازال الموقف ديالو واضح وكيقول ماشي الهدف ديالي لعب كرة القدم، ولكن الهدف ديالي هو نحافظ على الكرامة ديالي كلاعب محترف. ودابا اللي كيزيد القصة التشويق هو ان زياش فعلا كان قريب يمشي لنادي الفتح السعودي، ولكن المفاوضات ما كملتش بسبب القضية ديال المستحقات المالية. وزيد عليها زياش كيتلقى عروض من فرق اوروبيه بحال مثلا ويست هام يونايتد وإبسويتش تاون من انجلترا، وحتى سانت ايتيان الفرنسي باغي يدخل على الخط. هنا السؤال اللي كيطرح راسو، واش زياش غادي يقدر يتفاهم مع غالاتا سراي ولا غادي يمشي للفريق جديد ويبدا فصل جديد؟ شنو ضر لكم؟ واش كتشوفوا ان زياش عنده الحق يتمسك بالموقف ديالو ولا خاصو يتنجل شي شويه شي شويه؟ دابا ندوزو الاخبار اللي كتفرح القلب. اصدقائي، كيف ما كتعرفوا ان الاصابات هو الكابوس ديال اي لاعب كره القدم، ولكن الخبر الزوين اليوم هو عوده اسامه العزوزي اللاعب ديالنا المغربي الشاب بعد غياب طويل. اسامه كان غايب لمده 5 اشهر بسبب اصابه قويه تعرض ليها في اولمبياد باريس 2024 في مباراه المغرب ضد اسبانيا. الاصابه ما كانتش سهله وكان خاصو برنامج تاهيلي طويل باش يرجع للملاعب. المدرب ديال بولونيا اعلن ان العزوزي يرجع في القائمه ديال الفريق لمباراه ضد امبولي، ولكن صراحه ماشي من المتوقع نشوفه في التشكيله الاساسيه قريب. علاش؟ حيت خاصو شي شويه وقت باش يسترجع اللياقه ديالو والجاهزيه ديالو بشكل تدريجي. فاللاعب العزوزي ماشي غير مدافع عادي، فهو لاعب مرن كيلعب في وسط الميدان وحتى في مركز قلب الدفاع. تخيلوا لو كان في الفورمه ديالو مزيان فغادي يكون ورقه رابحه بالنسبه للمدرب وليد الركراكي في المستقبل، خصوصا واننا مقبلين على تحديات كبيره بحال كاس افريقيا. فكنتمنوا العزوزي يرجع بقوه. وهنا غادي نتكلموا على واحد الخبر اللي كيخلينا نفتخروا بجيل اللاعبين ديالنا اللي كيمثلونا في الخارج. فالبطل ايوب الكعبي واخا غاب على التهديف شحال هادي رجع هاد الايام بقوه ودار بصمه كبيره في الدوري الاوروبي مع الفريق ديالو اولمبياكوس. البارح سجل هدف ديال 3 نقاط ضد بورتو، وبهذا ساهم بزاف في اقتراب الفريق ديالو من التاهل للدوري القادم. الحاجه اللي كتميز الكعبي واللي اكد عليه المدرب ديال اولمبياكوس اللي كان بالمناسبه مدرب ديال بونو النصر في اشبيليه هي انه مدرب كيعرف كيفاش يستغل حتى انصاف الفرص. يعني ما كيتسناش كره مثاليه باش يسجل، كل فرصه كتجي كيقلبها هدف. وماشي غير هادشي، الكعبي دخل التاريخ كلاعب مغربي بحيث ولا الهداف التاريخي لاولمبياكوس في المسابقات الاوروبيه ب 21 هدف.
الارقام ديالو هذا الموسم كتاكد انه في شكل افضل من الموسم الماضي، سجل 13 هدف فقط في منتصف الموسم وهو قريب يحقق ارقام قياسيه جديده. ايوب الكعبي كيبان مرشح قوي باش يكون واحد من ابرز نجوم المنتخب المغربي في كاس افريقيا 2025. شنو الراي ديالكم في ايوب الكعبي؟ واش غادي يكون فعلا السلاح السري ديالنا في المواجهات القادمه؟ وشنو اللي خاص المنتخب باش يستغل هذا الدب بحاله بافضل طريقه؟ دابا نمشيو للخبر الزوين بزاف اللي جاي من مانشستر يونايتد، وخاص يكون مطمئن للركراكي والمنتخب الوطني. النجم ديالنا نصير مزراوي تغيب على ماتش ديال غلاسكو رينجر في الدوري الاوروبي، ولكن السبب ماشي شي حاجه خطيره الحمد لله. الفريق الانجليزي خرج بواحد البلاغ كيوضح ان الغياب ديالو كان بقرار من المدرب روبن اموري، واللي فضل يريح اللاعب بسبب كدمه خفيفه طارت ليه في ماتش برايثون نهايه الاسبوع اللي فات. الفكره كانت انهم ما بغاوش يغامروا به خصوصا في ماتشات بحال هذه باش ما تزيدش الحاله ديالو تتفاقم. يعني بكل بساطه المدرب كيشوف المصلحه ديال اللاعبين اولا، وهذا الشيء مزيان حتى للمنتخب الوطني اللي غادي يحتاج نصير مزراوي يكون في الفورمه ديالو قبل التجمع ديال مارس المقبل. وما نساوش ان مانشستر يونايتد قدر يحقق الفوز في هذاك الماتش بنتيجه 2-1، يعني القرار ما اثرش عليهم، بالعكس بان بانه قرار حكيم. واش كتشوفوا ان هذا النوع من التسيير اللي كيهتم براحه اللاعبين هو السر في استمراريه الفرق الكبيره؟ ودابا غنمشي واحد الخبر جديد اللي كيهم اللاعب المغربي الشاب سميتو سالم الجباري. اتلتيكو مدريد خرج بواحد البلاغ رسمي كيقول فيه انه وصل لاتفاق باش يعير الجباري لنادي قرطاجنه حتى نهايه الموسم. واش كتعرفوا شنو كيعني هذا الشيء؟ هذا القرار غادي يعطي اللاعب فرصه ذهبيه باش يلعب بزاف في الماتشات ويطور المستوى ديالو ويبان اكثر في الساحه الكرويه. سالم الجباري وراه ماشي اي لاعب، هذا الولد لعب الموسم اللي فات 32 ماتش مع الفريق ديالو اتلتيكو مدريد الرديف، سجل 4 ديال الاهداف وزاد عليهم 5 ديال التمريرات حاسمه. والاجمل من هذا الشيء انه حتى الفريق الاول عطاه فرصه الموسم اللي فات بحيث لعب معهم ضد فريق قادش في الدوري الاسباني. يعني راه مدرب اتلتيكو كيشوف فيه امكانيات كبيره، وهاد الاعاره ماشي ناقص منه، بالعكس غادي تكون خطوه للامام باش يزيد يبرز الموهبه ديالو. وشنو الهدف من هاد الاعاره؟ الجباري غادي يكون في بيئه جديده، غادي يحتك مع اسلوب لعب جديد يعني مختلف ويتعلم بزاف. يمكن هذا الشيء غادي يخليه يرجع لاتلتيكو مدريد بواحد القوه، وغادي يكون جاهز ياخذ مكان ديالو مع الفريق الاول بشكل دائم. المهم يا اصدقاء، نتمنى لسالم الجباري كل التوفيق وبغينا نشوفوه يحقق النجاح اللي كيتمناه، وديما عندنا الثقه في المواهب المغربيه لانهم كيبرهنوا ديما انهم رجال المواقف. شنو الراي ديالكم؟ كتشوفوا هذه الخطوه غادي تكون للصالح ديالو؟ وهذه كانت حلقتنا اليوم خوتي، نتمنى تكونوا استمتعتوا مزيان معنا، وبغيت نسمع الاراء ديالكم في التعاليق. واش كتوافقوا مع قرارات الكاف؟ وشنو رايكم في المشاكل اللي كيدوز من هاد دياش؟ خليونا نسمع الراي ديالكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا لايك وسبسكرايب باش نبقاو في التواصل ديما. في امان الله.